الفيديو المرة دي مفهوش أي حاجة تعليم ليكم. هي بس رسالة أنا عايزة أوصلها لأي حد بيدخل قناتي. لأي حد بيكتب تعليق زي دوت، هو بيكتب تعليق ومش همه تأثير التعليق. على فكرة التعليق أنا عملت إخفاء للشخص دوت من على القناة بعد ما رديت على التعليق. على فكرة أنا عملت إخفاء للشخص، معرفش هل مازال يقدر يشوف فيديوهاتي ولا لأ، بس ما يقدرش يعلق. انا اتمنى الصراحه ان هو ما يشوفش فيديوهاتي ولا يستفيد منها خالص. وبعدين يا جماعه، لو انتوا شايفين ان فيديوهاتي فيها رغي او فيها اي ملل او كده، متفرجوش عليها. انا ما بجبركمش تتفرجوا عليها، وانا بعمل الفيديوهات دي مخصوص للمتابعين بتوعي. يعني هو كاتب لي ان مش عارفه الستات بيعملوا فيديوهات طويله والرجاله بيعملوا فيديوهات قصيره. انا ما بشوفش اساسا فين فيديوهات الرجاله، حتى لو في قنوات عن الرزق للرجاله فهي قليله مش كتير. يعني مقارنه بعدد القنوات بتاعت الستات، فاتوقع ان الستات اكتر. طبعا مع احترامي لكل القنوات، وكل القنوات تحفة، وانا على فكرة بتابع كل القنوات دي لان انا اكيد بستفيد منها. بس الصراحة انا شايفة ان محدش عمل تكنيكس اللي انا عاملاها دي كلها. كل التكنيكات بتاعت الريزن اللي انا عاملاها، كل الكورسات والتعليم وكده، في طبعا قنوات محترمة جدا وانا بتفرج عليها شخصيا للريزن بالعربي، بس محدش عمل كل التكنيكس اللي انا عاملاها. يمكن بيعملوا تعليم للمبتدئين، بيحطوا كام تكنيك، بس مش كل التكنيكس اللي انا عاملاها. وانا عامله لكم ريفيوهات عن الجروبات والخامات والناس بتبيع ايه وانواع ريزن مختلفه وحاجات. فمن الاخر، بعيدا عن مقارنه بين حد وحد، فانا صراحه ما انا عن نفسي ما اقدرش والله العظيم اتفرج على فيديو ما فيهوش حد بيتكلم. ان انا اقعد اتفرج على فيديو كده وما فيش صوت او حتى موسيقى، انا شخصيتي كده، انا ما اقدرش اسمعه ولا اتعلمه. لو بيقولوا كنز، لو في كنز انا شايفاه، انا بيجيلي ملل جامد جدا، بيقطع تركيزي عن الفيديو سبحان الله. فخلاص كل انسان وطبعه. لو انتوا بتتضايقوا من صوتي او من رغي او من اي حاجه، اكتموا الصوت بمنتهى السهوله. انتوا في ايديكم تكتموا الصوت، في ايديكم كمان تسرعوا الفيديو. بس انا ما اقدرش اجي على ان لسه وحد مبتدئ ومحتاج يشوف التفاصيل دي، محتاج يشوف انا ازاي بحط اللون بالظبط، انا ازاي الالوان دي ما دخلتش على بعض، انا عملت اللون نفسه ازاي الفرق بين الريزن التقيل والريزن الخفيف. يعني انا لما استنيت الريزن يتقل بقى شكله عامل ازاي عشان يقدروا يعرفوا ان هو يتقل. طب انتوا ناس محترفين، في غيركم يا جماعة لسه مبتدئين ما يعرفوش. انا في ناس بتتواصل معايا عايزين ياخدوا الريزن مخلوط. يعني يقولوا لي احنا نجيب منين الريزن مخلوط، لان فكرة ان احنا نقعد نخلط ريزن على مصلب دي صعبة، مش هنعرف نظبطها. طب ما هو هينشف ويبوظ. في ناس بتتكلم في اسئله، ده في ناس بتتكلم ان، يعني انا قبل كده طلعت لكم ان مثلا لما بنرش الكحول على الشغل، ان احنا بنرش ميه ليه؟ طب ما هو مش ميه. فتفاصيل التفاصيل اللي اي حد مبتدئ يا جماعه محتاجها، انا ما اقدرش اتعداها، وما اقدرش ان انا اسرع الفيديوهات. انا بحاول اسرع الفيديوهات عشان اعالج المشكله دي عندكم، اللي هو الناس اللي بتدعم الفيديوهات الطويله. بس الفيديو لو طويل انتوا تقدروا تسرعوه، انتوا تقدروا تقفلوه، انتوا تقدروا تمسحوا قناتي خالص من اليوتيوب بتاعكم فما تشوفوهاش عشان ما ازعجكمش. انما ما تبوش الصراحه يعني طماعين ان انتوا عايزين تاخدوا المعلومه المفيده اللي موجوده عندي بس بشروطكم. عايزين الوقت المناسب ليكم والطريقه اللي مناسبه ليكم. ممكن بعد كده تبقوا تبعتوا لي الصوت اللي انا احطه، او مثلا ابعتوا لي الموسيقى اللي انتوا تحبوا تسمعوها. الكلام دوت يا جماعه للناس المستفزه اللي بتكتب تعليقات تحرق الدم. انا اوريدي مش فاضيه. يعني هما لو حتى بيتكلموا على ان مثلا قنوات الرجاله اللي مش عارفه الفيديوهات فيها مختصره، وانا ما بشوفش الكلام دوت، بس ولنفترض، فهو الراجل وراه ايه غير ان هو بيشتغل؟ لو هو بيشتغل عنده شغل خارجي، او ان هو لو ما عندوش فبيعمل مثلا شغل ريزن او شغل اي مجال إن كان. يعني إحنا لو بنتكلم حتى على فيديوهات السياسة، اي حاجة، هو عنده شغله وعنده فيديوهات وقناته وخلص الدنيا على كده. انا عندي فيديوهاتي وعندي اوردرات شغلي وعندي ولادي وعندي بيتي وعندي اسرتي وعندي كل الكلام دوت، وعندي اكل وطبيخ ومدرسة وكل دوت. فلا انا يعني انا شايفة ان انا عندي حاجات كتير قوي. فلما انا يعني اظبط اموري ان انا اقدر انزل فيديو او انزل حاجة، فدوت والله عشان خاطركم. انا والله العظيم عشان الناس بس اللي متخيله ان اي حد بيعمل يوتيوب دوت بياخد دولارات على قلبه قد كده، ده بيتكلموا على القنوات اللي عندها مشاهدات مليونيه.
لان هو كمان من ضمن التعليق ان هو قال لي ان عشان كده انا ما عنديش عدد متابعين زي الاعداد اللي عند الرجاله. اوكي، انا الحمد لله جبت 100,000 وسعيده جدا جدا بيهم، وانا بجد اي بني ادم فيكم مشترك في قناتي انا سعيده جدا بيه، وانتوا كفايه عندي، وانا بعمل لكم الفيديوهات ليكم مخصوص. خلاص، انما انا ما عنديش القدره ان انا اعمل فيديو كل يوم. يعني هو المفروض علشان القناة بتاعتي تجري بسرعة وتجيب فلوس وكده ابقى انا بعمل فيديو كل يوم او يوم ويوم بالكتير. انا للأسف بعمل فيديو كل 3-4 ايام، مش قادرة اكتر من كده، وبعمل دوت بالعافية، وبعمله بان انا باخد من وقت ولادي وباخد من وقت راحتي. يعني بدل ما هم ناموا ادخل انا انام، لا انا بقعد اصور لكم فيديو. طيب انا بشتغل الفيديو ده في قد ايه؟ هل انا بشتغله في 5 دقايق عشان انزله في 5 دقايق؟ لا، ده انا بشتغله في كتير قوي، وبقعد اصغر الوقت واسرعه كده عشان في الاخر يطلع لكم انتوا في وقت قليل قوي. فبجد اقل حاجه يعني الواحد يتقدر شويه، انتوا بتدفعوش حاجه. انا المعلومات اللي انا بديها لكم دي في ستات ورجاله بيدوا كورسات. يعني انا لو كنت اديت كورسات من قبل ما ابدا القناه، لو اديت كورسات بالكلام اللي عندي او المعلومات اللي انا قلتها، كان زماني كسبت قد كده. خلاص، انا ما كسبتش اي حاجه يا جماعه من القناه. يعني انتوا متخيلين ان فيديو ممكن اكون انا عامله قالب وحاطه كميه ريزن وشغل ووقت وكل الكلام ده، وتشوفوا انا هبقى مكلفه قد ايه، وهو ممكن يجيب لي $0.50. $0.50 عندنا هنا في قطر يعني 1.5 ريال او ريالين. ازازه الحاجه ساعه اغلى من كده اساسا. انتوا متخيلين؟ فانا صرفت عليه رزن، وصرفت عليه نور، وصرفت عليه قوالب وخامات ووقتي وطاقتي وكل الحاجات دي كلها، واخدت من وقتي. يعني بدل ما اشتغل اوردر واروح ابيعه، لا انا قعدت اشتغلت فيديو للقناه، ماشي، ما طلعليش منه حاجه. انتوا متخيلين لما يطلع $0.50؟ بقيه الناس بيطلع لها الناس اللي قنواتهم فيها مشاهدات مليونيه وكده بيطلع لهم كتير، واللي عندهم الوفات بيطلع لهم كتير. بس انا لان انا مش بنزل فيديوهات كل يوم كل يوم ويوم او يوم لا او كده، فاليوتيوب مش بيهتم بقناتي لانها كده. وانا ما زلت مكمله. يعني انا بيجيلي وقت بحبط وبقول طب وانا هكمل ليه وانا هفضل كده ليه؟ طب وصحتي وتعبي. بس فيكم ناس كتير جدا متواصلين معايا، وبجد كلامكم ليا مهم جدا، وقد ايه ناس بدأت مشاريع بسببي، وقد ايه انا دافع حلو قوي للناس، وقد ايه انا باخد ثواب كبير جدا بسببكم. فهو ده السبب ان انا اكمل. وطبعا انا عجبني ان انا كسبت ناس واتعرفت على ناس كتير جدا، وان انا باخد دعاوي، وان في حبة شهرة كده لذيذة ما انكرش. فبجد انا حابه الموضوع من غير اي مكاسب ماديه نهائي يا جماعه، مفيش اي مكاسب خالص. انا بدفع من معايا عشان اجيب الخامات واعمل الفيديوهات اللي انا بعملها. فما يبقاش كمان انتوا صعبان عليكم ان انتوا تضيعوا حبة وقت تسمعوا فيه رغي، الا زي ما قلت لكم صراحة فيديو او اكتموا الصوت. انما دي اقل حاجة. يعني انا علشان الفيديو ياخد من اليوتيوب ان هو يوريه للناس او كده، لازم ما يكونش اقل من 8 دقايق. ده اولا. ثانيا، انتوا مستكترين ان الفيديو يجيب $0.50. ده لو جابوا ده في والله فيديوهات ما بتجيبش وعادي. وفي فيديوهات انا بعملها علشان معلومه معينه حد سالني عليها، رغم ان انا عارفه ان الفيديو دوت مش مطلوب ومحدش هيدور عليه ويشوفه، بس في حد هيدعي لي وفي حد هينبسط ان انا اهتميت بالطلب وعملت الفيديو. فانا بعملها والله لله وللناس اللي انا كسبتهم وبحبهم. خلاص، فما يبقاش بقى فيه ردود رخمه كده. اللي عنده رد كده او مخنوق من قناتي، يا جماعه اخرجوا، يا جماعه بعدوا. ما تبقوش انتوا بتستفيدوا مني وبتستفيدوا مني معلومات وكمان تحرقوا لي دمي. الصراحه يعني انا ما كنتش ناويه اعلق على التعليق، وحتى عشان كده عملت هايد للشخص ده خالص. بس من امبارح متنكده ان انا قاعده بعمل مجهود واضغط على نفسي عشان اكمل في القناه، وفي ناس بتدفعني ان انا اوقف. ما خلاص كفايه، لان الواحد عنده مسؤوليات كتير كتير جدا، ومحدش يعرف برضو داخليات الانسان فيها ايه. وانا ما زلت مكمله علشان انا عاجبني ان انا اكمل معاكم. فيا ريت اللي مش حابب قناتي ما يتفرجش، اللي اناني وعايز يتفرج على الفيديو بس بطريقته هو، لا برضو ما يتفرجش. انا عن نفسي مش مسامحه اي حد يتفرج على فيديوهاتي ويستفيد من معلوماتي وهو مخنوق من قناتي او بيقول عليا اي كلام وحش. انا مش مسامحاكم قدام ربنا. ده انتوا بتتفرجوا، ما بيهونش عليكم تعملوا لايك، ما بيهونش عليكم تشتركوا، ما بيهونش عليكم تكتبوا لي كومنت تشجيعي حتى.
انا بحاول اعمل اقصى ما عندي وهو ده اخري، وان انا اعمل فيديوهات صامتة انا ما اقدرش. فانتوا اتفرجوا على اي قناة تانية عندها فيديوهات صامتة بس يكون عندها نفس المعلومات اللي عندي وبتستفيدوا منها. انا اسفة لو كنت ضايقت اي حد من متابعيني الحلوين اللي انا بعمل عشانهم، بس والله يا جماعة انا اتخنقت جدا، الموضوع مأثر عليا من امبارح. فانا حبيت اتكلم وحبيت اقول ردي، ودي رسالة اي حد مش عاجبه قناتي، مش عاجبه رغيي، مش عاجبه اسلوبي، مش عاجبه صوتي، ما تدخلوش القناة، ما تتفرجوش، ما تستفيدوش مني. انا مش مسامحة في اي معلومة تستفادوها مني وانتوا مش حابين قناتي او مش حابيني. اما الناس الحلوين اللي عطوا متابعيني او اي متابعين جداد، يا جماعه انتوا عندكم كنز، والقناه دي كنز، والله اقسم بالله ان القناه كنز. ويا ريتني انا اول ما بدات لقيت قناه زي كده، كان زماني مسكت فيها واتفرجت على كل فيديوهاتها وعملت لها لايك على كل الفيديوهات، وقد ايه دعمتها وقد ايه شجعتها. فلو انتوا عايزين القناه تكبر شجعوني، بدل ما يبقى فيه ناس بكلامهم وتعليقاتهم دي يضايقوا الواحد ويحرقوا دمه كده. بس كده يا جماعة أنا خلصت، واستنوا مني فيديوهات حلوة جدا إن شاء الله الفترة الجاية. يعني انتوا بس ادعوا لي إن ربنا يبارك لي في وقت كده ويهدي الولاد، وأنا هعمل لكم أحلى فيديوهات إن شاء الله. يلا أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.